صباح الخير عليكم جميعا. ازيكم عاملين ايه؟ صباح الخير وصباح الهنا وصباح الرضا. صباح كل حاجة حلوة في الدنيا. صباح الدفا وصباح الجو الجميل اللي احنا فيه ده. صباح التلج. الجو تلج 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 واحنا لسه في بداية الشتاء والجو ساقع جدا. بما ان بقى الجو ساقع والشتاء جه خلاص يبقى المحشي يجي. المحشي بنعمله في كل وقت بس بيبقى له طعم تاني. في الشتاء عن اي فصل من الفصول. كده بصوا دي الأكلة المفضلة والأكلة الراعي الرسمي للشتاء فعلا، اللي بتدفي في الشتاء. حبينا بقى نعمل معاكم الفيديو الجميل ده ونقول لكم صباح الخير صباح الهنا صباح الرزق الحلال بإذن الله. وبتمنى منكم قبل ما ندخل الفيديو ونشوف الفيديو الجميل بتاعنا ده ما تنساش ام وابويا من الدعاء ان ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويجعل قبرهم روضه من رياض الجنه. ام وابويا وجماعه امواتنا ان شاء رب العالمين. وطبعا ما ننساش اخواتنا في غزه وفلسطين واليمن وسوريا ولبنان وكل الدول العربيه، ربنا يحفظهم وربنا يرفع عنهم من الكرب يا رب باذن الله، وربنا يحميهم ان شاء رب العالمين. حبيت بقى اشارك معاكم الفيديو الجميل بتاعنا ده النهارده. عملنا كده 3 انواع من المحشي حلو جدا جدا. حاجه بصوا طعمها تحفه، حاجه بتدفي كده في الشتاء، مجرد بس ما تقولي اسمها تحس بالدفء. وانتوا قولوا له برضو الجو عندكم عامل ايه، لان الجو هنا بصوا تلج والله العظيم، عباره عن تلج واحنا لسه في بدايه الشتاء. فان شاء الله هتشوفوا الفيديو معايا وان شاء الله الفيديو يعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تعملوا له لايك واشتراك في القناة بإذن الله، وتكتبوا لي كومنت حلو منكم بإذن الله كده من ايديكم على الفيديو بتاعنا، على الوصفة اللي انا عاملاها دي. بصوا انا كان عندي الكوسة والبتنجان ده من يوم الجمعة، يعني النهارده الخميس، هو كان عندي من يوم الجمعه. وكانت الخضره برضو عندي من يوم الجمعه. وانتوا عارفين ان الكوسه من الحاجات اللي هي ملهاش روح قوي ان هي تعيش كتير. فقلت بما ان الحاجات دي عندي نعمل ايه شويه محشي كده ويدفوا في الشتاء. واكله حلوه يعني كتير من الناس كتير جدا بيحب الاكله دي. انا من الناس اللي بحبها جدا هي والسمك في الشتاء. مش عارفه ايه اللي يربطهم الاتنين ببعض، بس بصوا انا بحب السمك في الشتاء جدا جدا. فجبت بقى عملت قورت الكوسه والبتنجان ونضفت الخضره. البتنجان يا بنات لما تيجي تعمليه، لو عشان ما يسودش منك حطي طبق معاكي فيه ملح، واللي تقوراها حطها في قلب الميه عشان ما تسودش. بعد ما قورت الحاجه دي وجهزتها طلعت بقى السطح عندنا. شوفوا البط بقى والحاجه اللي لما تكون في البيت بتبقى حاجه تانية وخير. بص في اي وقت هتطلعي وتجيبي. فعلا اللي عنده مكان يا ربي لو هي لو حته قد ايه والله العظيم. طلعنا بقى ذبحنا البطه بتاعتنا الجميله دي ونضفتها. انا كنت طالعه الساعه يمكن الساعه 7 الصبح ونضفتها. وبعدين نقعتها في المحلول اللي انا بعمله ده دقيق وملح وليمون وطماطم واللي هو برتقان او سفندي لو عندك بيخلي لها ريحه فوق الوصف. ريحتها حلوه اول ما تعملي المحلول ده. ملح ودقيق وميه وليمون وطماطميه كده طيه تعصرها في تدعكها في قلبها كده، بتخلي ريحه الحاجه اللي زي دي وبتطلع لك احلى شوربه. بعد ما نقعتها بقى سبتها كده على جنب. بصي اما تعملي الحاجه كده واحده واحده وتستعيني بالله، وطول ما انت بتعملي الحاجه كده تستغفري ربنا وتشهدي على الحاجه. مش عارفه انا كنت انا يعني كانت ام الله يرحمها دايما كانت لما تيجي تعمل حاجات زي دي تقعد تقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. انا دايما بقعد اقول كده الاكل يبقى له طعم حلو لما تذكري عليه، تذكري الله عليه وتصلي على الرسول كده عليه افضل الصلاه والسلام، بيبقى له طعم تاني. عملت التقليه. انا طبعا ما بقليش، بحمر البصله يا دوب بس تدبل. وكان طبعا عندي الطماطم دي في التلاجة في الفريزر، عصرها زي ما انتوا شايفينها كده يا دوب ادت لها بس سيحتها وادت لها غلوه كده. وبعدين عملنا منها احلى تقليه. بصوا التقليه كانت ريحتها وطعمها روعه الروعه. خلصنا التقليه بقى الحمد لله. جيت بقى نضفت بقى غسلت الكوسه والبتنجان وعملت الخلطه بتاعتنا اهي. و والورق بتاع الكرنب اهو. بصوا انا ما كانش عندي كان عندي شويه كرنب صغيرين في الفريزر، فجيت علشان احشيهم لقيتهم قليلين والحشوه كبيره الخلطه كبيره. والله نزلت الساعه 11، جبت كرومبة وجيت سلقتها وعملتها. انا كنت اذان الظهر قاعده لسه بقعد علشان قلت اصلي الظهر الاول وبعدين نقعد كده بالراحه كده نحشي كده علشان ربنا يكرمنا باذن الله. وكل اللي ياكل من الاكل كده باذن الله ينزل في قلبه سكر وهنا باذن الله.
رصيت بقى الكوسه بالجمال والشكل اللي انتوا شايفينه ده، هي والبتنجان. انا بحب اعملها في الصينيه، ما بحبش اعملها في الحله. مش عارفه مش هقول لكم ان هي بتتعجن، بس ما اعرفش، ما بحبهاش في الحله. ومش عارفه ليه اللي كل كتير ناس اشوفها بتسوي الكوسه دي، ولما هي استوت خلاص بتبقى تحتها كميه ميه. انا مش عارفه ليه هي بيبقى فيها ميه معاكم. نشفوا البتاعه كده تبقى شكلها حلو كده، ما تبقاش غرقانه ودايبه كده ميه. بعملها زي ما انتوا شايفينها كده، واسويها في فرن البوتاجاز، وبعدين احطها ايه تحت الشوايه، تاخد لها لون حلو كده وجميل زي ما انتوا شايفينه معايا في اول الفيديو. بغطاها طبعا بورق بورق اللي هو الحراري ده، وادخلها الفرن. ممكن اديلها غلوه على البوتاجاز من فوق، وممكن ادخلها على في الفرن على طول، تاخد لها مع نفسها كده. بسويها هي الاول عشان ايه، بحب ان هي تستوي على نار هاديه وتستوي كويس، ما تبقاش بتقطم معاكي كده وجامده، لا. الحاجه ما بتعمليها بتعمليها كده بحب وبراحه نفسيه، وكوني بصي مخلصه كل حاجتك. طبعا كان مطبخي والله العظيم زي الفل، والبوتاجاز كان بعد ما خلصت غسلته وروقت كل حاجه، والحمد لله انجزت وخلصت في اليوم ده. انا بقول لكم كنت قاعده يعني الظهر، صليت الظهر وبعدين قعدت ايه حشيت الحاجات اللي انتوا شفتها معايا الجميله دي. الحاجات دي بقى لو عجبتكم باذن الله، ما تستخسروش فيها اللايك بقى ان شاء رب العالمين، وما تستخسروش كومنت حلو تعملوه من ايديكم. بلاش الناس اللي بتيجي تنقل لي العنوان بتاع الفيديو. انا عايزه اعرف هو انتم مستخسرين يا جماعه تكتبوا لي تعليق؟ بتنقلوا لي العنوان، بيجيبوا لي العنوان اللي انا كاتباه يعملوه لي. او في ناس الله يبارك لهم ينقلوا الكلام اللي انا بحكيه ده، بلاقيهم كاتبينه لي في التعليقات. يا جماعة اكتبوا تعليق على الوصفة، بترفع الفيديو، واليوتيوب عايز كده. مش تكتبوا لي العنوان او تكتبوا لي مش عارفة ايه. الكلام اللي انا حكيته ده، اللي انا بقوله ده اهو، هم بتلاقيه كاتبينه لي. يا طول بالكم. ربنا يحفظكم، وربنا يخلي له كل الناس اللي بتحبيني، وكل الناس اللي مستمرة معايا، وكل الناس اللي بتكتب لي تعليقات قمر زيهم. ربنا يبارك لي فيهم يا رب، وما يحرمنيش منهم ابدا. وربنا يديمكم نعمة في حياتي ان شاء رب العالمين. وان شاء الله نكبر مع بعض، وقنواتنا تكبر مع بعض، واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع الف سلامة وفي رعاية الله، ويا رب الفيديو يكون عجبكم.